تحدثنا أيضا عن المراكز الفريقين. نتحدث عن النصر المستضيف في هذه المباراة وهو صاحب المركز الثاني بثمان. الهلال في حال فوزه يصل إلى 68، يصبح لدينا 3 أندية لديها 68 نقطة في المركز الثاني، والأهلي كرواتي آخر، وكرواتي ليس بغريب أيضا عن الفريق النصراوي، كان مع الناشئين وحصل على طبعا آخر زي مع المنتخبات الفئات السنية، وعاد مرة أخرى أيضا وهو ثاني هدافي الفريق النصراوي. عندنا أيضا لاعب مهم بالقميص رقم 7، لاعب مهاري، لكن الأولى والغلطة الأولى وأخطر الفرص في المباراة جاءت من ناصر هدهود، من الأسماء أيضا اللي شاركت مع الفريق الأول في الجولات الماضية، لاعب كظهير أيمن، مع أنه يلعب في وسط الميدان كمحور ارتكاز في أرضية الميدان لاحتساب خطأ. عادت مرة أخرى والضغط العالي بشكل ممتاز، وهذه المرة يتدفع وتعود مرة أخرى أيضا نفس اللقطة، لا يوجد فيها أي شيء، واستمرارية في اللعب وسرعة في الأداء الآن بعد أن النهاية تأتي من الأسمري لتعود مرة أخرى. تمريرة أخرى أيضا لناصر هدهود، من جديد ناصر الهدهود إلى مصعب، مفيدة لأي من الفريقين، لذلك نتحدث عن التعادل. من المفترض أن بالخطأ وصلت عند الخطير الزبيدي، آخر محاولات الشوط الأول وتمريرة في العمق، لكنها ما زالت ولقطة، والإبعاد يأتي وضربة مرمى يكسبها بذكاء هدهود، أيضا بتوهان من دفاع النصر، وايضا هدف النصر اللي سجل ايضا مع بدايه الشوط الثاني. الحرب الصريح القوي في الفريق الهلالي في بدايه الشوط الثاني واضح جدا، لكن الكره الان تعود نقلات قصيره، عاد مره اخرى الفريق الهلالي للسيطره على وسط، تنفذ الى هدهود يضطر ايضا فقيه انضم الكره في الشوط الثاني ويمرر تمريره صعبه، في النهايه وصلت عند مصعب، لكن فريق الاهلاوي المتصدر واللي متقدم، وهذه محاوله مر بشكل ممتاز، تجاوز الضغط واصبحت استقبال الكرات الطويله، لذلك بشكل سريع تقطع وتعود. وصلت عند هدهود، يمرر الى صهيب، تعود الى فقيهي واللعب مستمر، والزبيدي وقع على ارضيه الميدان ومطالبه بخطا لمصلحه من نفس اللاعب عبد الله الزيد. محاوله المراوغه وتدخل وبطاقة صفراء الآن تظهر لأسامة، لكن الآن تقطع، والكل يحاول خطف النقاط الثلاث أخرى من الزبيدي، وتراجع الآن عدد كبير من لاعبي الفريق الهلالي بتمريرة الآن علي بتمريرة، والدفاع يتدخل وفرصة التسديد والدفاع أيضا بدوره يبعد الكرة إلى أقصى الجهة اليمنى. ما زالت